بما ان احنا النهارده في ششترك، خلينا اقول لك ان المدينه دي كنز مخفي بالنسبه لسياحه العرب في بولندا. ليه؟ ششترك، استنى اوريك كده، عباره عن جبال ووديان. اطول ممر تزلج في بولندا هو في ششترك. طيب ليه المدينه دي بقول لك هي مستقبل سياحه العرب؟ اولا عشان العرب ما يعرفوش في بولندا غير زاكوباني وكراكوف، وزاكوباني بالاخص كسياحه يعني فوق الجبال ووديان وكده. كتر السياحه العربيه فيه اصبحت غاليه، فبالتالي حتى شركات السياحه البولندي بيحاولوا يسوقوا للاماكن اللي زي ششترك كده بالنسبه للعرب، وبيستغربوا ليه العرب ما يعرفوش الاماكن دي. يعني اي بولندي شغال في السياحه يقول لي اشمعنى العرب مجامدين بس في زاكوباني، ايه اللي فيها مش في الاماكن التانيه؟ وانا بصراحه كنت متخيل انه لا، اكيد في حاجه العرب شايفينها في زاكوباني مش موجوده في بلاد تانيه، ولكن طلع مفيش. كل القصه انه هي زي العدوى، يعني كله خلاص عارف زاكوباني وبتاع، لكن في ششترك وفي مكان تاني هروحه برضو بعد هنا ب20 كيلو افضل 1000 مره من زاكوباني كاسعار وكطبيعه. يعني هنا في ششترك على سبيل المثال اكبر منتجع تزلج في بولندا عموما. في الشتاء كل الناس تيجي عشان المنتجع اللي بقول لك عليه ده اطول ممرات يعني بين الجبال. ففي الصيف بالنسبه لنا احنا تمام، نفس الجبال نفس الوديان، الممرات اللي بينهم تلفريك، الكلام ده كله زي زاكوباني واحسن وارخص. اسال على المدينه دي اسمها ششترك، وهوري لك فيديو دلوقتي تحت للشوارع والمحلات وكده، ولكن مش هدخل فنادق واصوره بتاع، ان انا مش بسوق لك حاجه، مش ببيع لك حاجه يعني، بس بقول لك المعلومه. ولو انت حابب تعرف اكتر عن ششترك اكتب اسمها في البحث وشوف الرحلات الموجوده والخدمات اللي بيقدموها في ششترك وهكذا. وبرضو المدينه الثانيه اللي انا شايف ان هي من الاماكن المفضله برضو بالنسبه لي، ولو انتشرت بالنسبه للعرب هتكون من الاماكن الكويسه، مدينه اسمها تشيشن على حدود بولندا والتشيك. مدينه تشيشن من هنا حوالي مثلا 25 كيلو، فانت لو هتعمل برنامج هتيجي ششترك تشيشن. لو نزلنا كده على الطريق ده لاخره هتلاقي بيلسكوبياوا. الطريق ده وانت طالع ششترك خلي بالك منه، هو طريق لافف يمين وشمال. الناس اللي راحت زاكوباني عارفه الطريق نفس الفكره، ولكن اللي اوحش هنا من طريق زاكوباني انه في شباب هنا متعودين يطلعوا يلعبوا على الطريق ده. يعني حتى لو صورت لك الطريق هتلاقي فيه خطوط كده مكان الكاوتش، كل الشباب تطلع تلعب بالعربيات هنا. فلو انت جاي ششترك بعربيه خلي بالك بس من الجزئيه دي وانت ماشي كده. خلاص فاضل تشوف الطرق اللي حوالين ششترك وتعرف اسامي المدن اللي حواليها، عشان لو جاي بولندا قريب وزرت ششترك تعرف ان حواليها خلال 50 كيلو دي حدود بولندا مع التشيك. في مدينه اسمها فيسوا، مدينه اسمها بيلسكوبياوا، ودي اللي انا عايش فيها بالمناسبه، لو جيت هصورك ببلاش ما علينا. بعد كده في تشيشن اللي انا رايحها حاليا، هي بينها وبين ششترك حوالي 38 كيلو تقريبا. وجابوا لنا فيسوا، ششترك، تشيشن، بيلسكوبياوا، وايه تاني، وهيكون كاتوفيتسا المدينه بعدك بساعه. كاتوفيتسا اكيد انت عارفها وعارف اللي فيها، فتقدر تروح كاتوفيتسا. لو انت برضو من هواة كراكوف وجيت هنا، برضو كراكوف من هنا ساعه ونص، مش حوار يعني. وزاكوباني من هنا برضو ساعه ونص، كراكوف من هنا ساعه ونص. ازاي ما اعرفش، صدفه غريبه، بس بروح كل الاماكن دي من هنا ساعه ونص. ونصيحة هقولها لك برضو في المدينة الأخيرة اللي هروحها، هنزلها في فيديو تاني طبعا، بس النصيحة برضو عشان لو انت شفتش الفيديو التاني، المدينة اللي هي تشيشن دي بين بولندا والتشيك، لو انت معاك عربية جيبها من بولندا، الأفضل تركنها في التشيك. الأفضل أقصد تركنها في بولندا، ما تركنش في التشيك، ما فيهاش مشكلة ولا حاجة. بس لو انت عربيتك في بولندا هتلاقي باركن في الجنب البولندي، هو كوبري بين بولندا وبين التشيك. الجنب البولندي هتلاقي في باركن مجاني. الفكره مش انه بس مجاني، انت ممكن تركب في التشيك وتدفع ركنه، ولكن في التشيك الغرامات ما فيهاش هزار. يعني لو ركن غلط هتتغرم. لو يعني 1000 سبب وسبب. انا بالنسبه لي
كل ما بروح هناك بركن في بولندا. فلو انت اركن في الجنب البولندي ركنه ببلاش، والدنيا حلوه يعني في بولندا.